ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سينيور مانجر ابتسام، بشتغل في شركه اوربلان. ايه ده؟ هي شركه اوربلان بتشغل الناس؟ ايوه، شركه اوربلان بتشغل اي حد ابتداء من سن 18 سنه. يعني لو انت عندك 18 سنه ومعاكي بطاقه تقدري تشتغلي معانا. يعني اي حد يقدر يسجل معانا، اي حد يقدر يسجل معانا. كمان بتقدري توصلي لمرتبات، لشيكات، لسفريات جوه مصر وبره مصر. وتقدري انك انت تكوني فريق كبير جدا، وده قدرت اوصل له في وقت قصير خالص. وقدرت اسافر مع الشركه جوه مصر، وان شاء الله قريب جدا هسافر معاها بره مصر. ودي بقى المفاجاه اللي انا جايبها. الشركه دايما لما كنا مثلا بنوصل لمستوى المديرين، كنا بنقدر نسافر مع الشركه شرم، الغردقه، اي مكان الشركه عامله فيه مؤتمر. بنسافر مع الشركه المؤتمر ده على حساب الشركه من غير ما ندفع ولا مليم. ناخد شنطه هدومنا كده ونتعامل معامله VIP ونروح في افخم الفنادق في افضل الاماكن، علشان احنا بنشتغل في شركه اوربيلين. طبعا مش عايزه اقول لكم بيعاملونا ازاي. طيب ايه كمان؟ نوصل لده ازاي او نعمل ده ازاي، او ايه اصلا الفرصه اللي انا بقى جايبها لكم النهارده وجاي اتكلم عنها. عايزه اقول لكم بس حاجه بسيطه الاول، ان النجاح في اوربلان مش مقتصر على شهاده، مش مقتصر على تعليم، مش مقتصر على مكان معين. ايه ده يعني؟ معنى كده ان انا ممكن اشتغل وانا في البيت؟ احنا اصلا بنشتغل واحنا في البيت من غير ما نخرج، من غير ما ندخل، من غير ما نتبهدل في المواصلات، من غير ما نتبهدل في الحر. احنا بنشتغل من واحنا جوه بيتنا في اي مكان بقى. يعني لو انا حتى كمان في المواصلات، لو انا في اي مكان بقدر اشتغل منه. طيب ايه الفرصه اللي انا جايباها لكم النهارده؟ انا زي ما قلت لكم ان الشركه عندنا من اول مستوى المديرين بتسفرنا مؤتمرات جوه مصر، شرم، الغردقه. اي حد بيوصل لمستوى المدير اللي هو المانجر بيقدر يسافر مع الشركه على حساب الشركه من غير ما يدفع ولا مليم. طب ايه الفرصه بقى الجديده؟ ما احنا بنسافر اهو. لا، في سفريات بره مصر، ودي مش بيسافرها غير الناس اللي عملت القاب. وده من اول اللقب الثاني في الشركه. يعني اللقب الاولاني بيسافر شرم الغردقه زيه زي المديرين. اللقب الثاني بيسافر بره مصر، اي مؤتمر الشركه عامله فيه، اي مكان الشركه عامله فيه مؤتمر بيتاهل ويسافر مع الشركه بره مصر. طب في حاجه بقى جميله خالص الشركه عاملاها. ايه ده يعني؟ بيسافر وبياخد مرتب وبياخد شيء. ايوه، بيسافر وياخد مرتب وياخد شيء. طيب عايزه اقول لكم حاجه جميله جدا، ان الشركه في فرصه حاليا متوفره، واول مره الشركه تعملها، ما عملتهاش قبل كده خالص. ان هي في سفريه لابو ظبي مجانا من غير ما ندفع ولا مليم. ودي هيبدا يسافرها اي حد بدا عمل اول لقب في الشركه. طب اول لقب ده نعمله ازاي، ولا فين، ولا امتى؟ اول لقب ده بتقدري تعمليه خلال 6 شهور. لو انت قدرتي تحققي مستوى 21%، وده اعلى حاجه في المستويات، وثبتي على المستوى ده 6 شهور، بتاخدي مرتب من الشركة بيتراوح من 10,000 ل 15,000، ده مرتب شهري. وبتاخدي شيك من الشركة ب 35,000 جنيه، وهتتأهلي للسفر أبو ظبي مجانا. طب ازاي الكلام ده؟ الشركة قبل كده زي ما قلت لكم كانت بتصفر من تاني لقب. تاني لقب ده اللي هو جولد دايركتور، اللي هو انت طلعتي جولد دايركتور وطلعتي 2 دايركتور تحتك، تقدري تتأهلي بقى تسافري مع الشركة المؤتمر بره مصر. لا، الشركه بقى قالت احنا عايزين نشجع الناس دي ونحمسهم اكتر. اي حد خلال الفتره اللي جايه، ودي فرصه اول مره تحصل ومش هتتكرر تاني اكيد، او يا رب تتكرر تاني كتير عشان الناس تتحمس. اي حد هيقدر يعمل اول لقب هيقدر يسافر مع الشركه. يعني مش هستنى لما اعمل اللقب الثاني عشان اسافر مع الشركه مؤتمر بره مصر، لا. طب اللي بيعمل اللقب الثاني ده بيستفاد بايه؟ اللي بيعمل اللقب الثاني في الشركه المرتب بتاعه بيتراوح من 20,000 ل 30,000، وبياخد شيك ب 70,000 سفريه مع الشركه مجانا بره مصر. طيب الشركه بقى وفرت لنا ده كله، وقالت بدل ما تقعدوا تتعبوا تعملوا اللقب الاول واللقب الثاني وبعد كده تسافروا، لا، انا هسفركم من اول لقب. وده خلال 6 شهور بس. بجد فرصه ما تتعوضش، فرصه ما تكسبش. يعني انا هاخد مرتب، هاخد شيك، هاخد سفريه بره مصر، وانا في بيتي من غير ما اخرج، من غير ما ادخل، من غير ما اتبهدل، من غير ما اسيب ولادي. لو انا طالبه وبدرس هبقى جنب دراستي. لو انا ست بيت في البيت، مش عندي وظيفه ولا عندي حاجه، هبقى بشتغل وانا جنب ولادي. لو انا موظفه وعندي شغل بروحه، هظبط شغلي وهظبط وقتي، وهستغل بقيه وقتي الفاضي ان انا اشتغل فيه. لان كده كده انت اللي بتحددي المكان اللي انت هتشتغلي فيه، انت اللي بتحددي الوقت اللي انت هتشتغلي فيه، انت مديره نفسك، محدش مديرك. الفرصه دي جميله جدا.
ما تتسابش وما تتعوضش. يا ريت بسرعه بسرعه اي حد عايز يعرف تفاصيل يكلمني، عشان الوقت ضيق يا دوبك. اللي هيبدا يتاهل للسفريه يبدا فعلا شغل من دلوقتي ما يستناش. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله اكون معاكم واساعدكم ونسافر كلنا مع بعض. باي باي.